اتصل في على رقم الخاص وقال لي انا اخذ رقمك من المحامي وبدي بالفعل بدي اتشكرك انك انت وقفت جنبي وساعدتني. قلت له انا وقف جنبك وساعدتك؟ قال لي ايه انا اسمي فلان الفلاني. والله ما انا متذكرك انا ولا وكلت لك محامي ولا ساعدتك. قال لا المحامي قال لي هيك. قلت له تذكرت انا بيني وبين نفسي انا وكلت له محامي؟ ما انا موكل له محامي، انا بعرف اللي وكلت له محامي هي زوجته، بس ليش هو ما الاساس ما عنده خبر بهذا الموضوع؟ حياكم الله اصدقائنا ومتابعينا المحترمين. اجاني اتصال انا من شخص عم يقول لك كتر الله الف خيرك انك وكلت لي محامي انت، وانا بعرف بيني وبين نفسي انا ما وكلت له، ما انا وكلت له محامي، انه في مين اتصل فيي طلب مني انه المساعده بتوكيل محامي، يعني سيدة تواصلت معي وقالت له انه سيد محمد بدي اياك تساعدني انه انا وكل محامي لجوزي، جوزي القوا القبض عليه بقضيه كبيره كثير وما له غير انا والله هون. قلت له من عيون التنتين، دليت عليه للمحامي انا ومشاله الامور المحامي، ومثل ما فهمت وقت اتصل فيه انه طالعوا المحامي. طيب ليش شكرني لإلي وما شكر زوجته؟ مع انه ما انا وكلت المحامي، انا ساعدته انه يشوفه، بس وكل له محامي دفع له مصاري هو وزوجته. هون السؤال صار يراودني انا بيني وبين نفسي، قلت لحالي ما لازم انا افشي اسرار الناس حتى لو زوجته، خليني اروح اتصل فيها واتاكد منها. بالفعل اتصلت بالمخلوقه، السلام عليكم. وعليكم السلام. قلت له والله انا صار معي اليوم امر عجيب يعني بصراحه، وقبل ما احكي واقول اي شيء قلت راح اراجعك فيه. قالت لي قول لي شو القصه؟ قلت لها جوزك طلع من السجن. قالت لي ايه؟ قلت لها ايه شو ايه؟ واتصل فيي وتشكرني، انت اعطيتيه رقمي؟ انا ما قلت له انه المحامي اعطاه رقمه. قال لا والله انا ما اعطيته رقمي. الله يوفقك يا استاذ محمد، ما بدي اياه يعرف انه انا وكلت له المحامي، منيح اللي اتصل فيك وما قلت له شيء. قلت له ما بدك اياه يعرف انك انت وكلت له المحامي، لك هذا جوزي. قالت لي بعرف جوزي، بس جوزي صار له زمان تاركنا. طيب قلت له بس احكي لي شو القصه تبعته، يعني انه انت وكلت له محامي وتارككم هو، يعني كتر الله الف خيرك والله منيح. يعني نحن هاي القصص الفشل دائما عم نسمع انه ما منيحه هالقصص، وهاي السيده ما منيحه وهدول النسوان ما منيحين وهدول دائما بنسمع، بس انت شلون وكلت له محامي يعني شو سوا؟ قالت له استاذ محمد هذا الزلمه تركنا تقريبا صار له شيء سنه تاركنا. اول ما اجى الاوكران لهون هو بيشتغل كان ترجمه وما ترجمه، ومتعلم كان لغه روسيه انه كان درس كمان باوكرانيا. وصل لهون الاوكران صار يترجم ما يترجم، شاف وحده يعني حبته وحبه واخذ وضل ماشي، وتركنا كلياتنا الي ولاولاده ما عاد تتصل فينا ولا حكى معنا. بعدين درينا انه هذا الزلمه صار مدمن على المخدرات، وبعدين صار تاجر انه بده يجيب حقه ونحن انقطعت علاقتنا فيه بينه وبينها. يعني دريت وسمعت انه بعتوا بريف لعنا، انه كان لساته عنوانه عنا، بعتوا بريف عنا انه هذا تم اخذه للشرطه وهو هاي اوراقه وكذا كذا، اذا بدكم توكلوا له محامي او بدكم تساعدوه. وقالت له انا عملت مثل اي انسانه يعني بتحترم حالها، رحت وكلنا له محامي للزلمه وهيك القصه. لما انا طلعت هيك بيني وبين حالي والله العظيم حسيت انه هالمره هاي طريقه كلام عم تحكيني اياه انسانه بريئه وبنت عالم. قلت له والله والنعم منك تسمحي لي اني اتصل فيه انا؟ حبابي الله يوفقك، خليني اتصل فيه انا، لانه انا قلبي عيب كثير منه لهذا الزلمه، الله يوفقك خليني اتصل فيه. المهم قنعت اني احكي معه للزلمه، بعد ما عرفت انه هي ما عندها مشكله انه يرجع للبيت، بنت عالم بنت اصل، ايه مثل ما عم بحكيكم انتم ما بتشوفوا غير العجر والبجار، بيطلعوا هدوليك بيحكوا لنا قصص وحكايات وعلى فلانه هيك وفلانه هيك، لك عيب استحوا على دمكم، عندكم امهات عندكم اخوات، عيب استحوا على دمكم، سمعه بلد هاي. المهم يا جماعه قامت قالت لي خلاص الك تفويض الكامل. اتصلنا بالزلمه، السلام عليكم. وعليكم السلام. قلت له الله يزيد الله يسلم دياتك، انه بالفعل انك انت وقت تشكرتني بالفعل انك انت يعني بتقدر فعل الخير. قال لي ايه الله يسلمك يا رب حياك الله. بس استاذ محمد كانك انت ما عرفتني يعني انا استغربت انك ما عرفت. قلت له ما عرفتك لانك زوجتك اللي اتصلت فيي. قال لي مين زوجتي؟ قلت له لك مرتك اللي اتصلت فيي وقالت لي انك انت بالحبس، وراحت الانسان تدينت ودفعت لك مصاري لحتى توكل لك محامي، وانت انسان بالفعل انك عديم المسؤوليه، بالفعل انك انسان لحتى تاريخ اللحظه مانك عرفان مين الشخص اللي وقف جنبك وجاي تشكرني اليه. قلت لك ما عيب عليك تارك مرتك واولادك ورحت وهيك عملت وساويت 1 2 3. المهم الجماعه يا جماعه هذا من البدايه حاول يتماسك قدامي على اساس انه انت مالك علاقه كذا، بس انا ليش بحكي مع الناس بالموني؟ انا بعرف انه انا غالي عليهم وهن غاليين علي، بعرف انه انا الي معزه بقلبهم، الناس والله ما حدا بخاف من حدا بهالدنيا هاي، لكن بعرف انه هن بيحترموني. ليش؟ بيحترموا فعل الخير اللي عم نساويه فيه نحن. الناس ليش ما بتخجلنا انه نحن عم نساوي فعل الخير وبحبوا هن يساووا
اتهمه بهالخير، هذا هو سببه. قال لي والله العظيم يا استاذ محمد انا شاعر بالندم كثير، والله العظيم ما انا عرفان شو بدي اساوي، وانا هاي البنت اجت لعبت بعقلي وما بعرف شو اللي صار معي، انا شو بدي اصلح غلطي، انا في شي طريقه انه هالانسان تسامحني؟ شو كذا. انا هذيك العمى عم بطلع انا هيك بيني وبين حالي، قلت العمى هاي الانسانه يعني هي لحالها جاهزه انه تسامحه وجاهزه انه لك اساسا وقفت جنبك من دون اي شيء، من دون طلعت هيك بيني وبين حالي. انا قلت اتركه خليه يتعذب له شوي، هلا بكون شايف الفيديو معنا قلت اتركه خليه يتعذب له شوي. المهم يا جماعه الخير اتصلت فيها انا لإلها، قلت له والله انا شفته انسان تربى من هالموقف اللي صار معه، وانا برايي انه نمنحه فرصه، وشو رايك وكذا وهيك، نعمل اساسات متينه بينك وبينه بحيث انك انت تاخذ حقك وهو ياخذ حقه على طول يعني ان شاء الله. المهم والله العظيم من دون تردد قالت يلي بتشوفه انت اخي، يلي بتشوفه انا معك فيه. بالفعل يا جماعه جبنا هالزلمه وجبنا هالمره هاي مباشره وقعدناهم مع بعضهم وخليته يعتذر منا، قال انا حقك علي، انه هي حق معاها ما اعتذر، انه هو الاعتذار من شيم الكرام. لك يا جماعه والله الانسان وقت بيخطئ ليش حتى يحس بالمسؤوليه والعيب انه اعتذر؟ لك اعتذر وارتقي وارتفع هيك بنفسك انك اعتذرت. ليش؟ انه انا خطا يلي ساويته لازم اتراجع عنه، اني انا كبير ما لانك صغير. المهم الزلمه اللي حقك علي وكذا وكذا. المهم قامت سالته سؤال سبحان الله بضل المره مره لا اله الا الله، سالته انه جوزتها لهديك انت اخذتها تجوزتها شيء؟ قال لا انا ما في شيء بيني وبينها وابتعدت عنها على الاخر، وهاي الانسان الاصيله وكلت محامي لجوزها من دون ما يعرفها مين هي. حياكم الله، شكرا لكم على المتابعه.